السلام عليكم، مرحبا بكم معايا اليوم فيديو جديد. مرحبا بكم دائما في قناتي وقناتكم طبخ مغربي سيداتي. نتمنى تلقاكم هذا الفيديو في كامل صحه وعافيه، وانتم كتشوفوا في هذا الفيديو ديالي فيديو اليوم ان شاء الله قدمت لكم شير رائع احسن من السفنج صراحه. كيجي هماوي وزوين لذيذ بزاف، والطريقه سهله، وحتى التقنيه اللي كنستعملوا هكا كيجي ساهل هكا الخبزه ديالك كتجي مقاده مصيبه. نبداو على بركه الله. ودائما قبل ما نبداو ما تنساونيش من لايك ولي كومونتير واشتركوا معايا في القناه باش يوصلك كل ما هو جديد. نبداو على بركه الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اول حاجه هنايا غنستعمل واحد نصف كيلو ديال الدقيق فينو. الدقيق القمح الصلب ناعم بالنسبه للدول العربيه هنايا كيتسمى ما عرفتش الصراحه، ولكن حنا كنقولوا ليه فينو كيكون ناعم بزاف. هنايا غادي نستعمل كذلك واحد 500 غرام هكا ديال الدقيق الابيض. بمعنى نتيا انا كنت بغيت ندير كميه كثيره، داكشي علاش درت 500 غرام بمعنى كيلو في الاجمال. هنايا عندي واحد ملعقه كبيره خميره ديال الخبز، ملعقه كبيره ديال السكر، وملعقه صغيره ديال الملحه. ودرت الماء دافي وعجنته مزيان. كما كتشوفوا العجين كتكون تقريبا بحال السفنج هكا، كتكون هكا كتلصق وسائله شويه. قد ما كانت هكا سائله ومدلوكه مزيان ما تخافيش منها. داك التقنيه اللي كنديروا ملي كنطيبوا راه كيجينا ساهل باش كنرميو الخبزه ديالنا. هنايا الخميره عفوا العجين ديالنا من بعد ما هكا خمرات ضعف الحجم ديالها، كنحاول نحيد من داك الهواء صافي ونبدا نشكل كويرات. انا هنايا غادي ندير كويرات هكا كيعجبني هذا الشير ندير ليه كندير هكا كويرات يكونوا شويه كبار هكا باش كيجي زوين، ماشي كبار بزاف ولكن موين، باش هكا يجي داك الشير ديالنا يجي هكا رائع. صافي كما شفتوا هنايا ملي دهنت داك الاناء ديالنا وكنحاول ندير الكويرات وكتشوفوا انها تكونت ديك الفقاعات. هنا دليل على ان العجين مدلوكه مزيان. كتشوفوا داك الفقاعات كاينه في الكويرات، هذا دليل على ان العجين مدلوك مزيان. صافي هنايا كنشكل كويرات كما قلت لكم حجم متوسط الى كبير على حساب نتوما شنو بغيتوا الخبزات ديالكم يكونوا. هنا ما كتشوفوا كنلعب بالعجين هكا رسائل تقريبا. صافي وكذا دائما تستعملوا بالزيت وكتكونوا داك الكويرات هكا غير باش يساعدوكم، حيت هنا ما غاديش نخمروهم اختمار واحد اللي تيكون هي ملي كنعجنوا العجين ونخليوها تختمر فقط. هنا غير درتهم هنايا باش تسهل عليا العمليه. كتشوفوا هنايا انا استعملت هنايا واحد الطرف ديال هكا ديال ورق الطبخ او بابي كويسون. هذه هي الطريقه باش ان هذوك الخبيزات يجيونا مقادين وكتحكمي في العجين ديالك. المقلاة بطبيعه الحال كتكون على نار كنسخنوها مزيان مزيان مزيان. صافي وغادي نبدا نضيف الزيت هكا وغادي نرمي الخبزه ديالي وكنخليها ما كنقيسوهاش، كنخليوها طيب على خاطرها تشكل لنا داك الفقاعات. هنايا كانت داك الوسط ديالها كان غادي تنتفخ وحاولت نضغط عليه شويه باش ما تنتفخش لي. صافي خليتها هكا كما كتشوفوا الفقاعات ما كنقيساش نهائيا حتى كنشوف داك الجوانب هكا كيكونوا هكا نشفوا دخلهم طياب كما كتشوفوا. رائعه وصفه زوينه بزاف وشيار كيجي لذيذ بزاف. شخصيا انا نزيد عليا هذا النوع ديال الشيار. صافي هنايا غادي نقلبها. هنا شفتوها تحمرات مزيان. يمكن لكم ديروا الا بغيتو ما يجيكمش هكا محمر بزاف فيساء، تقدروا تكتفيو غير بملعقه صغيره ديال السكر عوض ملعقه كبيره. انا هنايا استعملت ملعقه كبيره ديال السكر. صافي هنايا طابت لينا عاود هكا نفس الطريقه كتدهنوا المقلاة ديالكم بالزيت كترميو الخبزه ديالكم وكتزيدوا لها شويه ديال الزيت هكا من الفوق وكتخليوها طيب على المهل كما كتشوفوا. كتكونوا داك الفقاعات كتجي رائعه وشيار ناجح 100%. هذا يمكن لكم تقدموا للضياف ديالكم وهكا، ولا هكا تديو هكا للضياف ديالكم، ولا غتاكلوا غير نتوما انكم تصايبوه كيجي في الدار رائع. صافي هكا هما الخبيزات ديالنا كما كتشوفوا كيجي محمر. انا كنخليه يتحمر هكا باش هذاك الفقاعات يطلعوا مزيان وباش الخبزه هكا طيب لينا مزيان هكا. والنار ما كتكونش مجهده، كتكون على فكره عاديه موين باش هكا يطيب لينا مزيان يطلع لينا على خاطر.
صافي هنايا راه تحمر كما كتشوفوا، وكنخليه هكا على جنب وكنستمر حتى كنكمل باقي هكا العجين اللي عندنا كامل. تقنيه رائعه بزاف بزاف. كاين اللي دابا الاغلبيه ديال الناس هكا كيبغيو يصايبوا بحال هاد الوصفه، والاغلبيه ان كيعوج ليهم مثلا اللي كيجي صعيب انه يرمي الخبزه. هذه تقنيه زوينه انك تستعمل ورق الطبخ، كيجي ساهل بزاف، كتحكمي هكا في العجين وكتجيك ساهله، ما كتبقايش انك يكون عندك تخوف من انك ترميها وتعوج لك. وصلتي اختي ولا خويا حتى لهاد المرحله ما تنسونيش من لايك للفيديو. وهذا هو الشكل النهائي الطبق ديالنا ديال نهار اليوم. اكثر من رائع، بنين شهوه منه صراحه، حسن من السفنج، حسن من المسمن، كيجي زوين وكيشبع الكرش. وشوفوا هنايا الطراوه ديالو، شوفوا انا غادي نشدها، غادي واخا نجمعها بحال هكا ونعاودها كيرجع كيما ما كان، لذيذ وهشيش وطري، اسفنجي. نتمنى تعجبكم الوصفه ديال نهار اليوم وتجربوها. غادي هكا نبارطاجي معكم، انا نقطع معكم واحد الخبزه هكا باش تشوفوا الطراوه ديالها من الداخل كيفاش كيجي هشيش، كيجي مفشفش، مع واحد كويس داتاي يا سلام. قدمته لكم هكا. شوفوا هنايا غادي نحاول نقطع معكم واحده باش تشوفوا الطراوه ديالها كيفاش كيجي. وقلت لكم هذا السر ديالو هو العجين، الا تعجنيه مزيان قد ما كيتعجن وكيشرب الماء، كتبقى تعطيه في الماء هكا وكيتعجن حتى هكا كتحسي بداك العجين هكا سايره معك بحال هكا وبحال هكا خفيفه. صافي هنايا غادي نبارطاجي معكم كما قلت لكم، نقطع معكم واحد الخبزه باش تشوفوا الطراوه ديالها والسمك ديالها كيجي مرتفع هكا مهوي مفشفش كما قلت لكم قطني، وكيذوب في الفم لذيذ على هاد النغمات وعلى هاد المنظر هكا الجميل. خليت لكم رحمه الله، كنقول لكم الى اللقاء فيديو جديد. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.